فيديو النهارده ده يا جماعه هنحكي لكم فيه عن احسن يوم في حياتنا، احلى يوم عدى علينا من ساعه ما اتجوزنا. ده كان حلم الطفولة، يعني بيتهيألي بالنسبة لكل مواليد التسعينات والثمانينات. تعالوا بقى نقول لكم خطوة خطوة كده رحنا ازاي وحجزنا ازاي وعملنا ايه. وبجد يا جماعة احنا لحد دلوقتي بنتفرج على الفيديوهات وبننبهر زي ما انتوا هتنبهروا كده. لو بجد ما عرفتش المكان ده ايه لحد دلوقتي يبقى انت ما عشتش طفولتك. المكان ببساطه هو اتفضلي قولي انت بقى. يعني ديزني لاند باريس. يلا بينا. يلا بينا. طيب بصوا يا جماعه، مبدئيا اللي عايز يروح ديزني لاند كان زمان عندك اختيار من الاثنين، يا اما تحجز التذاكر اونلاين يا اما بتشتريها من اكشاك هناك اسمها FNAC او فناك على ما اظن. احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا هنشتري التذاكر من هناك لانه قالوا لنا ان دي بتبقى ارخص او اوفر يعني. بس يعني يا جماعة حظنا الحلو قوي قرروا ان احنا يعني رحنا علشان نشتري التيكت، وكان عايزين التيكت لتاني يوم على طول. قالوا لنا بطلوا يبيعوا التيكتس دي، الاوبشن الوحيد بقى اونلاين بس، فانت لو بس. عايز تروح لازم اونلاين بس احنا كنا المفروض عايزين نروح يومين. الموضوع ده عمل لنا لخبطه ان احنا جينا نشوف للايام اللي احنا قاعدين فيها ما لقيناش غير ليوم واحد، فبالتالي حجزنا تذكره يوم واحد بس. ديزني لاند باريس متقسمه تو سيكشنز، في ديزني لاند بارك وديزني لاند ستوديو. احنا كنا المفروض هنروح الاثنين كل واحد في يوم، وده اللي انا ارشحه جدا لاي حد عايز يروح ديزني لاند ان هو يختار البارك والاستوديو على يومين، لان الواحده مش يعني الاثنين ما يكفوش في يوم، وفي نفس الوقت لازم تروح الاثنين. بس احنا اضطرينا بسبب الموضوع اللي احنا قلنا لكم عليه ان احنا نحجز يوم واحد بس، فاخترنا البارك. واخترنا البارك مخصوص عشان اخر فقره في اليوم، واللي بجد 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 لو كملتوا الفيديو هتنبهروا بيها انبهار. انا لحد دلوقتي كل ما بفكر ده حقيقة. بتفرج على الفيديوهات بتاعتها بلاقي نفسي ايه ده، هو ده بجد، هو ده حقيقي، احنا كنا بنتفرج على الكلام ده ولا لا. نيجي بقى لازاي احنا اصلا رحنا ديزني لاند. يعني وصلت المواصلات، هي اصلا مش في باريس، هي بعد باريس بحوالي نص ساعة وبيطرح لها بالمترو. المفروض انت في الاول بتبقى منزل ابلكيشن بتاع ديزني لاند باريس، بتنزله من على الاب ستور. الابلكيشن ده بقى بيبقى شارح لك كل حاجه، بيوريك الالعاب والعروض وكل حاجه. والحاجه شفناها في اول ما وصلنا ان احنا لقينا ميكي ميكي ماوس وميمي او ميني وميني. ميمي او ميني مش عارف اسمها ايه، الاثنين واقفين وبيعملوا بايلنس. فانا اول واحدة قلت قعدنا اكتر حاجات الممتعه هناك هي طبعا عروض شخصيات ديزني، هم بيبقوا كل شويه بيطلعوا يعملوا عروض في الشوارع. بنتاسف جدا انه بعض الفيديوهات هنضطر نشيل من عليها الصوت بسبب الكوبي رايتس عشان الفيديو ما يتشالش. الالعاب يا جماعه، كميه الالعاب هناك مش هتصدقوا كتيره قد ايه. بس في العاب لقينا عليها زحمه، يعني ما كناش حتى متخيلين هتبقى زحمه كده. يعني اكتر لعبه كانت زحمه لو تفتكر كانت بيتر بان. هي كانت حلوه قوي لان انت بتركب في حاجه كده زي طياره وبتطير فوق لندن وبتشوف القصه كلها حواليك، فكانت حلوه قوي. لعبنا حاجات كتير قوي ودخلنا الحاجات بتاعت ستوريز كتيره قوي زي سنو وايت باز يطير L'infâme empereur Zurg. Son armée de robots est en train de voler les généraux. في لعبه على فكره اكشن قوي، يعني كان في لعبه بتاعت القطر وهوريكم الفيديو، احنا كنا بنموت فيها وبنموت من الضحك.
لعبه يا جماعه كانت رعب بجد، وكانت رعب، كانت رعب، انتوا مش هتصدقوا انه الحاجات دي مش حقيقيه، يعني انتوا تفتكروا الحاجات دي هم واقع مستخدمين يا بجد. جماعه الهولوجرام في الالعاب بطريقه تخليك يعني اللي هو ايه ده الكلام ده بجد، ده احنا مش في لعبه، ده حقيقي، انا شايف شبح قدامي، انا شايف روح قدامي. في بقى عروض مهمه قوي قوي كمان، يعني احنا اكتر عروض عجبتنا، احنا رحنا حضرنا عرض لاين كينج يعني. ده حلم الطفوله بقى. اخر فقره في ديزني لاند باريس مقسومه نصين، النص الاول بيبقى شو بالدرونز، حاجه بقى كده وهميه، بتلاقيهم بيعملوا اشكال. بصوا انا يعني مش هتكلم، انا هسيبكم تتفرجوا وشوفوا انتوا. وفي بقى اكتر حاجه بجد يعني لحد دلوقتي احنا نفسنا نعيد نفس اليوم تاني بسببها، الفاير ووركس. الفاير ووركس دي يا جماعه يعني انت اكنك مش هنا انت في حته تانية يا جماعه الناس كانت حواليا بتعيط بجد، الناس كانت ايوه، عينيها مدمعه، وناس كبار يا جماعه مش وناس صغيرين كبار، ما هو كلهم برضه ثلاثينات. الشو ده باليوم كله ما يتفوتش دي حقيقة. ابدا، يعني وهمي. واحنا لحد دلوقتي يا جماعه لسه فرحانين جدا باليوم ده، ولسه هنتفرج معاكم على الفيديو تاني علشان مش هتشبعوا منها، يعني مهما رحتوا بيتهيألي ديزني لاند لو كل واحد راح كل يوم هيفضل مبسوط كل يوم برضه. اللي نفسه بقى يزور ديزني لاند يقول لنا في الكومنتس. وبغض النظر عن اي حاجه، هو اهم حاجه في علاقتكم مع بعض هو ان انتوا تشاركوا احلام زي احلام الطفوله دي، انكم تشاركوها مع بعض عشان بتتبسطوا وانتوا بتحققوها مع بعض، ويعني يا رب طول العمر تحققوا احلامكم، واهم حاجه احلام ديزني لاند. دمتم اطفال. باي. باي.